يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ده يوم الجمعة، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، كان له بكل خطوة أجر قيام السنة وصيامها. يقول ابن خزيمة وغيره من أهل العلم: لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا من هذا. عشان كده لما يكون المسجد بعيد وأنت تمشي إلى المسجد وتنفذ اللي ورد في الحديث، كل خطوة كأنك قمت سنة وصمتها، كل خطوة رايح وراجع. لو المسجد مثلا بعيد، شوف انت تمشي كم خطوة، يعني 1000 خطوة، 2000 خطوة، 3000 خطوة. ما في ناس بيأتوا من أماكن بعيدة لما يعرفوا ثواب هذا الحديث لا يذهبون إلى المساجد أبدا إلا وهم يمشون، إلا إذا كان المسجد بعيد أو في مكان آخر في بلد أخرى، ده موضوع تاني. يبقى كل خطوة يرفع رجل، يحط رجله على الأرض، سنة صيام وقيام. رجله الثانية سنة صيام وقيام، ويفضل ماشي رجل رجل رجل، سنة صيام وقيام. وده يوم الجمعة، ده عمل واحد اهو.